وبعد الفوز بالبرونزية حابب أقول إن إحنا فعلا خسرنا كابتن سيد عبد الحفيظ. بعيد عن إن أنت خسرته جوه الملعب، كمان خسرته بره الملعب حتى على الشكل الإعلامي. كابتن سيد عبد الحفيظ الشهير بالحراق أو بالشط. طبعا طلع الراجل في تصريح وأنا شفته وهو بيتكلم، أو ناس بتقلل من البرونزية، ناس بتقول إن البرونزية دي شيء عادي وإن دي بطولة مش عارف مين. فالراجل قال لهم: هو أنت بتعايرني إن أنا خدت البرونزية إنها عادية على أساس إن هي معاك؟ يعني عشان ان انت البرونزيه دي انت واخدها قبل كده او عندك؟ ما انا اللي باخدها برضو، ما انا اللي معايا البرونزيه. الاهلي بيقارن نفسه بنفسه، الاهلي بيكسر ارقام نفسه، بينافس نفسه. طبعا كان في تصريح تاني ليه، بس انا ده ما شفتوش في الحلقه دي لان انا فاكر ان التصريح ده كان ليه قبل كده، لما قال لك: انت زعلان ان انا بحتفل بالبرونزيه او فرحان بالبرونزيه؟ ده انت لما كسبت الدوري جبت اتوبيس عريان ونزلت الشارع ملط، وده حصل كلنا شفنا. الزمالك لما كسب في سنه من السنين الدوري، جاب اتوبيس يلف بيه مصر كلها ونزلوا في الشارع طبعا ملط فرحانين بان هم كسبوا الدوري اللي الاهلي معاه 43 بطوله منه، وهم كانت البطوله رقم 13. اه والله، زي ما بقول لك كده. ولكن بعيدا عن كابتن سيد اللي انت خسرته اعلاميا وخسرته طبعا جوه الملعب ده اكيد، ولكن خلينا نقول ان كده كده انت عارف ان الاهلي او الكره المصريه هي عباره عن النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي بيحقق الارقام، هو اللي بيحقق البطولات، هو اللي بيحقق الانجازات، وبعد كده بيجي تقدر تقول التمثيليه او المسرحيه اللي موجوده اللي فيها كومبارسات الكره المصريه، اللي الاهلي تقدر تقول دي التمرينه. الاهلي بيتمرن مع الناس دي عشان يقدر بعد كده يلعب في افريقيا وبعد كده يلعب في كاس العالم، ويقدر يحقق الانجازات العالميه للكره المصريه ولنفسه طبعا. دي حقيقه الامر او حقيقه الموقف. ولكن زي ما انت عارف بيطلع علينا بعض الناس اللي هم مش اقدر اقول ان هم بيقللوا او مش بيقللوا، لان هو اللي بيقلل ده او بيزود ده يكون طرف في الموضوع او يكون موجود معاه في الحدث. يعني انت معلش ما تكونش انت مثلا جمهور او نادي ما تقدرش حتى تلعب في بطولة العالم دي في البلاي ستيشن. يعني انت حتى في البلاي ستيشن، يعني خد بالك في البلاي ستيشن اي حد مننا ممكن يحقق طموحات في البلاي ستيشن. انا نفسي يبقى مدير فني ممكن يلعب بالسيتي ويعلي على جوارديولا، او يلعب بارسنال ويعلي على اي مدير فني، او يعلي على تين هاج ويلعب بمانشستر يونايتد. يعني هو ممكن اي حد، او يعلي على اللعيبه نفسها ويقعد اللعيبه دكه. فانت ممكن في البلاي ستيشن تعمل كده. فتخيل انت حتى في البلاي ستيشن ما تقدرش تختار الزمالك وتلعب بيه كاس العالم للانديه، لان حتى نسخه الفيفا ما بتنزلش الزمالك، لان هينزل مين يا جماعه؟ ما هو ما ليس له وجود لا عالميا ولا افريقيا ولا محليا. فتخيل ان انت نادي افريقيا يعني النادي اللي بيعلي عليك او اللي جمهوره مش عاجبه ده هو ما يقدرش يلعب في كاس العالم للانديه في البلاي ستيشن. يعني كبلاي ستيشن اللي هي لعبه تخيليه ما يقدرش، ما فيش، مش هيلاقي الزمالك، مش هيعرف يختار الزمالك ويلعب بيه. فقاعد بيعلي على فريق بيحقق البرونزيه. طيب تيجي يقول لك اصل البطوله دي فيها ست خمس فرق، فانت شايفين ان دي بطوله؟ طب ما هي الخمس ست فرق دول ابطال قاراتهم. يعني بطل اسيا، بطل افريقيا، بطل اوروبا، بطل الكونكاكاف، بطل البرتادوس، دول ابطال قاراتهم. يعني عشان يوصل لده انت بتكون بطل القاره. يعني انت عشان توصل اصلا للست فرق دول بتكون خدت بطوله افريقيا او بطوله اسيا او بطوله اوروبا او بطوله الكونكاكاف. يعني انت فاهم انت المفروض بتعمل ايه؟ انت فين بقى؟ يعني السته دول هنعتبر ان السته دول تافهين، مالهمش وجود، مالهمش لازمه. دي بطوله كده فيها ست فرق، دي بطوله مالهاش لازمه. انا بتاعك، انا همشي معاك على عقليتك، انا همشي معاك على عقلك. هعتبر ان العقل موجود في راسك دلوقتي مش في حته تانية، ونمشي على الحته دي. حلو. الستة دول وصلوا ان هم يبقوا هنا ازاي؟ ان هم خدوا ياخدوا ابطال القاره. انت بقى فين من القاره؟ هقول لك انا انت فين من القاره، افكرك. مفيش مشكله يا جماعه نفكروا. انت حصاله افريقيا، الفريق الاكثر خروجا من دوري المجموعات في قارته. يعني انت في افريقيا تحصيل حاصل، وجودك زي عدم، حشو في المجموعه، حشو في البطوله. زي كده مثلا دور ال 64، دور ال 64 ده بيبقى فيه فرق كده حشو، ادوار اقصائيه. سيبك من ان انت ساعات بتخرج من دور ال 64، لكن مش هقدر اقول ان انت حشو في ال 64. شفت انا حقاني ازاي؟ انت مش حشو في ال 64، لكن انت حشو في المجموعات. انت معروف ان انت بتخش المجموعه عشان هم لازم يبقوا لازم يبقوا عدد مجموعات اربع مجموعات ولا ست مجموعات، لازم يكون فيهم اربع فرق. فانت بتتحط اللي هو الثالث والرابع من الاخر. انت دايما الحصاله، انت دايما الرابع.
لانك الاكثر خروجا حصال يعني ايه؟ اخر فريق في المجموعه، اللي هو الحصاله اللي كل الفرق بتحوش عندها نقط، كل الفرق بتبقى ضامنه 6 نقط من وجودك في المجموعه. فده دورك، انت حشو لدور المجموعات، بنكمل بيك عدد الفرق. لكن فرق القاره الاقوياء اللي موجودين، اللي على الساحه، اللي معروفين، اللي هم يدوب بينافسوا الاهلي، يعني خلاص معروفين، وفي الاخر يبقى الاهلي هو رقم واحد عليهم. فبعيد عن ان انا اخرج الاهلي بره المعادله دي في حصوله على بطوله افريقيا وعددها، انا ده وضعك، ده حقيقتك. فبناء عليه انت مش موجود، لا قادر توصل تبقى ما بين السته دول. يعني انا مش هقول لك بقى روح السته دول، انا مش هقول لك روح خد برونزيه، لا يا عم، انا عايزك الاقيك في يوم من الايام مع السته دول. فتخيل ان انت البطوله اللي مش عاجباك دي انت ما تعرفش توصل لها، ده رقم واحد. وليه ما بتعرفش توصل لها؟ مش عشان انت مثلا بتخسر نهائيات، لا، عشان انت حصلت مجموعتك في افريقيا. طيب هل البطوله دي اللي مش عاجباك دي، البرونزيه اللي مش عاجباك دي، انت تعرف تاخدها؟ انت اصلا ما بتعرفش توصل للبطوله، فانت ما بتعرفش تبقى من الست فرق. طب هل انت البطوله دي لما تبقى 24 فريق او 32 فريق انت هتعرف توصلها؟ برضو لا. طب هل انت البطوله دي تعرف تروحها في البلاي ستيشن؟ برضو لا. لان انت زي ما بقول لك ما عندكش اي نوع من انواع التواجد القاري ان انت تبقى ما بين الكبار خالص. انت حتى لما اتعمل دوري السوبر الافريقي ما كانش ليك وجود نظير ايه تصنيفك وعدد النقاط، فما كانش ليك اي وجود فيها، لانك طبعا وهم الجماهيريه وان انا جماهيريه ما فيش مني اتنين، ده وهم حطمه الاهلي في البطوله دي. ليه؟ لو تفتكر الزمالك من فتره كان بيلعب في بطوله اللي هي البطوله العربيه، اللي هو برده راح ورجع، كان قبل يعني ما كانش حصاله، يعني هو كان في تطور، ما كانش حصاله في البطوله دي، هو رجع كان الثالث. وطبعا انتوا شفتوا ساعتها قال لك الزمالك الثالث. وطبعا انت فاكر ساعتها الفاجر اللي مش عاجبه ان انا بحتفل ببرونزيه، وان دي رابع برونزيه في تاريخي، وتسع مشاركات كاس عالم بحقق فيهم 4 برونزيات. فهو شايف ان ده ما ينفعش، يعني ده شيء عادي. الفاجر كان بيحتفل بتيشيرت كريستيانو رونالدو، يعني الفاجر تيشيرت كريستيانو رونالدو. لما كسبوا او لما خد التيشيرت رجعوا، فقال لك احنا كسبنا تيشيرت كريستيانو رونالدو. قال لك احنا كريستيانو رونالدو نادى شيكابالا وقال له خد التيشيرت بتاعي. فده في حد ذاته انجاز، ده انجاز عالمي. الزمالك راح بطوله عربيه وكان مكسبه منها تيشيرت كريستيانو رونالدو. فالمهم ده بالنسبه لمكسب البطولات. الافجر بقى قصه الشعبيه، واحنا في العرب ومفيش منا اتنين ومفيش منا تلاته. الفاجر لما كان في السعوديه وكان بيلعب في الطائف وفي نفس الملاعب، ما كانش في حضور جماهيري ليه، يعني كان كل اللي بيحضر ما يكملوش 500 واحد. فقال لك لا، ده عشان بعد المسافه ما بين المدن في السعوديه، فالجماهير ما قدرتش تسافر. الاهلي بقى بيثبت ان هي دي الشعبيه. كلنا شفنا جمهور النادي الاهلي اللي كان بيلعب على ملعب اتحاد جده في السعوديه، وكان عدد جمهور النادي الاهلي اكتر من جمهور اتحاد جده اللي بيلعب في السعوديه، اللي هو المفروض النادي الجماهيري الكبير، اللي هو تقدر تقول كده هو والهلال اكتر شعبيتين واكتر جماهيريه في السعوديه. فانت متخيل جمهور الاهلي كان عامل ازاي. وتلاقي بقى برضو بني ادم يقول لك اصل احنا الاكتر شعبيه وجماهيريه. فانت على مستوى الجماهيريه والشعبيه الاهلي بيفضحك وبيبين الفرق. فانت حتى في ده اسمك مش موجود. يعني انت حتى في السوبر ليج لو جه حسبها نقط ما خدكش، لان انت على الله حكايتك حصلت مجموعتك في افريقيا واخر 20 سنه يعني مالك الحصاله. حلو. طب على مستوى الجماهيريه والشعبيه الاهلي ما فيهاش مقارنه، ما فيهاش مقارنه. انت فين؟ انت مش موجود. واتفرج على اي ملعب بيكون موجود فيه النادي الاهلي في افريقيا، ان كان مع اي فريق افريقي او عربي، وشوف الحضور الجماهيري بيبقى عامل ازاي حتى لو من المنافسين. واتفرج على وجود الزمالك، يعني عادي يا جماعه. يعني فكره ان انت صدقت البالونه الاعلاميه بتاعت انك قطب تاني والكره المصريه، لا يا جماعه والله العظيم، ده بس كان كلام اعلام. وكان محمد لطيف بقى الله يرحمه، وكان وحماده امام واتحاد الكوره والناس دي هم بس اللي كانوا، يعني دي كانت فقاعه اعلاميه وهميه. الاهلي قدر ان هو يفرقعها، فرقع البالونه دي. فهي بس دي الفكره ودي القصه باختصار. ان طبيعي انا نادي عالمي، انا بفرح بالبرونزيه، انا عامل انجاز تاريخي انت لا حققته ولا تقدر تحققه ولا هتحققه. خلاص ده قصه وانتهت. يعني لان البطوله خلاص نظامها القديم انتهى، فانت مش هتعرف توصل لده. طب النظام الجديد انت برضو لا رحته ولا هتروحه ولا هتعرف تروح. ليه؟ لانك فريق منتصف جدول. ليه؟ لانك موجود هنا وجوه الدوري المصري ال 14 اللي معاك دول بمساعدات تحكيميه. يعني ده دولة عشان حفظ ماء الوجه
انه يتقال ان ده القطب الثاني. غير كده الاهلي يغرب منفردا في كل حاجه، على المستوى الافريقي، على المستوى المحلي، وعلى المستوى العالمي. يبقى الاهلي سيد اسياد افريقيا منفردا. هتيجي تقول لي ده دلوقتي ما هو الزمالك واحنا شغالين لك، لا والله خالص. احنا بس ساعات بيبقى في نوع من انواع الضحك او نوع من انواع الكلام التافه اللي بيتقال، فبنطلع نتسلى عليه. يعني ادينا بنتسلى. يعني انت كده دي ايه، تبقى قاعد كسبان ورايق ومعاك برونزيه عالم ومفيش منك اتنين وقاعد حاطط رجل على رجل، تشرب كوبايه الشاي، تطلع تشوف التفاهه اللي بتتقال دي وتضحك عليه وتضحك الناس معاك. يعني ليه ما نضحكش؟ يعني الضحك جاي لك لغايه الباب عندك. يعني لما تلاقي زي ما بقول لك كده واحد ما يقدرش يوصل كاس العالم للانديه، ما يقدرش يلعب فيه ماتش في البلاي ستيشن. في البلاي ستيشن والله ما يقدر، ما عندوش فريقه، مش موجود في البلاي ستيشن، مش نازل. النادي الاهلي موجود لانه نادي عالمي، نادي العالم كله بيتكلم عنه. فلما تلاقي ده، لما انت تلاقي ده الضحك ده داخل عليك في وسط زي ما بقول لك الاحداث والظروف والحياه صعبه والدنيا والاقتصاد والدنيا، وتلاقي الضحك جاي لغايه رجلك، ما تطلعش تضحك عليه، بالعكس تطلع تضحك عليه وتفكره بحقيقته وتعرفه حجمه الطبيعي وتضحك اكتر. لكن هو ما فيش مقارنه، انت مش طالع تقارن، انت خلاص حطيت الاهلي في حته لوحده كده وطالع قاعد بتسف يعني. يعني فاهم الفكره؟ اه تقعد بقى ايه اللي هو اصل انا جامد. ليه يا ابني انت ايه عملت ايه؟ قال لك انا كسبت تيشيرت كريستيانو رونالدو في البطوله العربيه. اصل انا عندي بطوله وديه مهمه في الامارات في شهر يناير، وده شيء قوي. فتقعد بقى تضحك على اللي بيتقال ده، تضحك مثلا على امام عاشور اللي ندمان وزعلان ان هو بيلعب في النادي الاهلي، والواد زي ما انت شفته ماشي بيكلم الميدالي. يعني يا جماعه انا اسيب اللعب جنب عمرو السيسي وجنب دونجا وجنب رؤى والنجوم دي، ويبقى المهاجمين بتوعي شيكابالا باهدافه الشيكاباليه اللي ملهاش اي قيمه، ولا زيزو بلانتي والبلنتيات اللي بتتحسب دي، ولا الجزيري ولا سامسون، اسيب ده واخد اول ميداليه عالميه في تاريخه؟ ما هو برضو الواد يا عيني مش مصدق، مش مستوعب القاع اللي هو كان فيه والليفل اللي هو فيه دلوقتي. فهو قال لك لا ده الواد زعلان وحزين ونفسه يجي. يا ابني يجي فين؟ انت فاهم انت فين؟ يعني انت فاهم هو يعني هو قاعد فين دلوقتي؟ هو قاعد فين دلوقتي؟ هو متربع على القمه، هو من الاخر مع النادي اللي قفل اللعبه. طب مع نادي مقفل كل حاجه، مقفل كل حاجه، هيروح بقى انا اسف يعني يسيب التقفيله دي ويكون مخك مصور لك ان هو قاعد بيفكر في هاخد مستحقاتي ولا مش هاخد مستحقاتي، هطلع المركز ال11 ولا المركز الخامس لو الحكام ساعدونا او ما ساعدوناش؟ ما هو يا جماعه يعني ربنا كرمكم بالعقل، شغلوه. فادينا ضحكنا ادينا اتسلينا. وطبعا يفضل كابتن سيد عبد الحفيظ الحراق في وجوده وفي عدم وجوده. وزي ما بقول لك انت بتعايرني ان انا ما خدتش البرونزيه، ان انا باخد البرونزيه، طب ما تقول لي انت معاك ايه؟ وانا بقول لك والله ما تعرف تاخدها في البلاي ستيشن. يلا حلقه جديده من المشجع ضحكنا فيها. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده، وما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير. سلام.